سنة 1992 حريقة ضخمة ولعت في المبنى بالكامل، أكلت كل الجثث اللي كانت فيه، فحمتها تماما. وفي نفس السنة حصل زلزال 92 الشهير واللي هز مصر كلها ووقع معظم مبنى المشرحة علشان يسيبها وتتخلد كواحدة من أكتر الأماكن اللي مليانة بالغموض والرعب والأسرار في مصر كلها. حلوان كانت منطقة معروفة أيام الملك فاروق، ولحد دلوقتي مليانة بآثار لعصره، وده لأن الملك كان بيحب يجي هناك في أوقات كتير من السنة. ده غير إن فيها عين حلوان، واللي كانت عين مكونة من المياه الكبريتية، واللي الدكاترة وقتها كانوا بينصحوا بيها كعلاج طبيعي. أما المشرحة فدي كانت قصر ملكي، وده اللي ظاهر لحد دلوقتي على شكلها اللي يشبه في العمارة بتاعته قصر عابدين بنفس الطراز الملكي الفخم. لكن بعد ثورة 52 الدولة ادت القصر ده لمستشفى حلوان العام، عشان من هنا تبتدي حكاية مشرحة حلوان الغامضة ومرعبة. من الحكايات دي وعلى سبيل المثال للحصر حكاية عم رجب. عم رجب راجل غلبان مجرد عامل بيشتغل في مشرحة حلوان من زمان، وكان من ضمن مهامه انه ياخد الجثث الجديدة ويوديها تلاجة الجثث عشان لما يجي الطب الشرعي يشرحها. عم رجب بيحكي ويقول انه كالعادة جات لهم جثة جديدة، وكالعادة حطها على الترولي ومشي بيه عشان يوديه للتلاجة باك. لكن اللي مش كالعادة انه اثناء ما هو بينقل الجثة نور الكوليدور اللي بيودي للمشرحة فضل يطفي وينور، كأن حد بينزل السكينة بتاعت الكهرباء ويرفعها تاني. هو ماشي بالترولي عمال النور يطفي وينور، يطفي وينور، لحد ما النور ينور مرة واحدة وبص يلاقي الجثة اللي على الترولي قاعدة وبتبص له. عم رجب بيقول ان هو مستحملش المنظر ووقع من طوله، ما فاقش يفرح على الناس وهم بيصحوه بيبصوا على الجثة اختفت. الحكاية التانية اللي معانا لممرض اسمه عم سعيد. عم سعيد بيحكي ويقول يا باشا في يوم جات لنا جثة جديدة زي اي جثة، صاحبها باين عليه راجل كده غني وميتدر. لكن بصراحة كده يا باشا انا من ساعة ما عيني جات على جزمة الراجل ده والشيطان لعب في دماغي. جزمة حلوة وشكلها نضيف وغالية، وبعدين يعني الحي يبقى من الميت، اجيبها كده تجيلي كده بص هي كده. اخدت الجزمة وروحتها معايا البيت. عم سعيد بيحكي ويقول انه بالليل بعد ما نام وفي نص الليل بالظبط صاحي من النوم على صوت خطوات في الشقة، صوت خطوات بتيجي وتروح. قام من النوم ولع النور، بص حواليه مفيش حاجة، عينه جت على الجزمة لقيها في مكانها. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وراح رجع ينام تاني، علشان أول ما يطفي النور وأول ما يغمض عينيه ترجع صوت الخطوات تاني. قام فجأة وولع النور تاني، بص ملقيش الجزمة مش موجودة، كأنها اختفت كده في الهوا. عم سعيد بيحكي ويقول ان هو فضل باقي الليل مش قادر ينام وهو مولع كل انوار الشقة، وتاني يوم لما راح الشغل بتاعه لقى ان الجزمة في مكانها كأنها عمرها ما خرجت من المشرحة. حكايات المشرحة كتير، كل ليلة صرخات، خيالات لناس ماشية، أصوات غريبة بيسمعها كل اللي يعدي جنب المشرحة واللي ساكنين جنبها كمان. لكن المرعب بجد والحريق اللي حصل واللي دمر وحرق كل الجثث اللي موجودة جوه المشرحة، واللي فضل من المبنى خلص عليه الزلزال عشان يخلي المبنى كله غير صالح للاستخدام ويسيبه. ولحد النهاردة واحد من أكتر الأماكن الغامضة اللي موجودة في مصر.
في النهاية لو عندك أي حكاية أو معلومة جديدة، قصة أو صورة عن المشرحة، اكتبها لنا في الكومنتات. وما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. سلام.